بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. نود أعزائي الكرام الحديث معكم حول مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره النيجيري، والتي كانت في إطار الربع النهائي من كان المغرب 2004 أو 2000 عفوا 2025. إذا كما شاهدتم أعزائي الكرام، قد ظهر المنتخب الوطني بوجه باهت وشاحب، إن لم نقول بمستوى ضعيف، أمام المنتخب النيجيري الذي وجد كل الأمور سهلة حتى يستطيع تجاوز المنتخب الوطني الذي أدى المباريات الأربعة السابقة بوجه مقبول، بوجه أرضت عليه الجماهير. وحتى أن الأخصائيين كان لهم رأي في ترشيح المنتخب، أن يترشح المنتخب الوطني الجزائري لنيل اللقب. ليفاجئنا في هذا اللقاء بوجه باهت. السؤال يطرح: لماذا هذا الظهور بهذه الصورة؟ هل السبب يرجع إلى المقابلة التي أداها أمام الكونغو الديمقراطية، والتي كانت 120 دقيقة؟ هل لم يستطع اللاعبون الاسترجاع، أو أن الأمر يتعلق بالخطة أمام المنتخب النيجيري؟ ولكن عندنا لاعبين، في كل مرة نقول باللي في هذه الفترة عندنا مجموعة لا بأس بها من اللاعبين. كيف لهذه المجموعة أنك لا تستطيع وضع خطة لإيقاف أو عفوا نعم، نحن ندرك أن المنتخب النيجيري قوي خاصة هجوميا. كيف لا يمكنك أن تضع خطة لإيقاف الخطورة، على الأقل إيقاف الخطورة؟ كنا نتمنى أن المنتخب الوطني يؤدي مباراة حتى ولو كان هناك إقصاء وانهزام، لأن الكرة منطقها هو الانهزام، هو منطقها هو الربح أو الخسارة، الفوز أو الانهزام، هذا هو منطق الكرة. وبالتالي لكن نحن الإقصاء كنا نتمناه يكون إقصاء مشرف، يعني بأداء كما نقولوا أداء مليح. ولكن هذه الصورة اللي ظهر بها أنا خلى المناصرين والمتتبعين والمناصري الفريق ينزعجوا من هذه الصورة. يقول لك لماذا المنتخب باللاعبين هذو يظهر بهذا الوجه الغير مشرف؟ هذا بغض النظر عن قضية التحكيم اللي أيضا كانت نقطة سلبية في هذه الدورة، في هذه دورة الكان. هذه التحكيم راه تحكيم لا يشرف القارة. كنا نتمنى نشوفوا تحكيم في مستوى عالي مثل الدورات الأوروبية، ولكن تشوف أخطاء بديهية واضحة هكا، بين الحكم ما يصفرش، ما نعرفوا لا قضية المستوى تاع الحكام هذو، ولا الأمور تتعداها وتروح إلى أمور غير أخلاقية ولا غير شرعية، وين تكون فيها ربما ما نبغوش نتحدثوا على هذوك الأمور تاع أنك يستغلوا الحكام باش يأثروا في النتائج تاع المباريات. والله كنا نتمنى أننا الحكام يكونوا في المستوى، حتى تكون الدورة ممتازة ومليحة، وهي اللي تخلي المستوى يزيد يترفع ويطلع، وتشوف مباريات بمستوى عالي وتتمتع. احنا هذا هو الهدف تاع الدورات، هو انك تتفرج فرجة تكون شابة والمستوى، وتشوف فنيات والمستوى العالي، وتعجبك المباراة تكون تصيب كاع ما تنتهيش. ولكن للأسف من تشوف أمور كما هذه والله مؤسف. القارة الإفريقية هذه والله نتأسف عليها، ونتمنى إن شاء الله برب الكريم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه في المستقبل ما تكونش هذه الأمور، ونشوفوا أشياء جميلة وجدية. وهذه المسؤولين عن الكرة نتمنى لهم يكونوا ناس
موضوعيين وناس شرفاء وناس ذو مبادئ يحاولوا يخموا في الكرة، في تطوير الكرة. راك تشوف هنايا عندنا من رانا نديرو هاد الدورة تاع الكان، راهم اللاعبين كلهم راهم ينشطوا في أوروبا، يعني تكوين عالي، مستوى عالي، فرجة تجي شابة، يجي نتايا التحكيم بصورة باهتة يخسر لك الفرجة. كنا شيء أمر كما هذا والله لا مؤسف. نتمنى إن شاء الله هذه الأمور تزول مستقبلا، ويكونوا فيها ناس يشوفوا للبعيد، وتكونوا عندهم نظرة ثاقبة ونظرة مليحة، يشوفوا للمستقبل ويشوفوا الفائدة تاع الكرة. انت راك هنا نديروا الكرة حنا هذه الرياضة تكون عندها، تكون كاينة روح رياضية بين الفرق. اللي يستاهل ينجح، اللي يستاهل ينجح، ما نحاول ندي ننجح بالغش، ما عنده تا معنى، وتكسر المواهب، تكسر الفرجة، تكسر. لا لا لا، هذا شيء والله لا لا لا, لا يشرف. نعود للمنتخب الوطني. ماذا بينا احنا ايضا الاتحادية تاعنا والقائمين على الكرة يعودوا النظرة تاعهم ويشوفوا، لأن رانا في الفترة هذه قلنا راه عندنا مجموعة لا بأس بها من اللاعبين. ماذا بهم يعودوا يلموا الأمور ويحاولوا يسقموا لنا الأمور ويلخروا للمنتخب، لأني أنا أعتقد، عندي اعتقاد جازم بأنه بهذه المجموعة تقدر توضع منتخب قوي وتقدر تجيب به الألقاب. أنا بهذه المجموعة تنجم تجيب بها لقب أكيد، ولكن بشرط أنه تكون هناك الحزم والصرامة، الصرامة تكون جدية في العمل والبحث عن الكفاءة فاني. دونك إلا كان الطاقم هذا إلى فيه الأخرى، ماذا بينا ندعموه بكفاءات قوية. هذا الطاقم الفني ماذا بينا ندعموه من أجل باش نوصلوا لمستوى عالي ونقدروا نروحوا لأبعد ممكن وننالوا اللقب. ماذا بينا ننالوا، يعني لما الناس دروك عندنا فترة وجود لاعبين وينتهى، لازم علينا نستغلوا الفرصة بقدر المستطاع. وفي الأخير نتمنى كما قلت، نتمنى القائمين الكرة اللي عندنا في البلاد في الجزائر أنهم يسرعوا باش، وعاد خصوصا اللي راهي لقيتنا المونديال، إن شاء الله يأخذون الأمور هذه بعين الاعتبار ويخدموا لنا الفريق ويجتهدوا باش يتجاوزوا كل ما كان سلبي. إذا كان بالإمكان تدعيم الطاقم الفني بكفاءات، نبادروا لهذه العملية باش كل شيء من أجل مصلحة المنتخب الوطني اللي هو رانا احنا ننتظروا فيه باش يكون عندنا فرجة ونفتخروا به ويدير لنا نتائج مليحة في المونديال هذا الجاي إن شاء الله. وأيضا نتمنى للكرة الإفريقية والقائمين على الكرة الإفريقية والاتحاد الإفريقي أيضا يطلعوا شوية، يرفعوا شوية من المستوى ويتجاوزوا كل هذه الأشياء اللي تأثر على الدورات هذه وتخلي الدورة تكون ممتازة. إذا كما الدورة هذه أنا شك على حسب رأيي أنا التحكيم كان نقطة سلبية، ومن المفروض هذا النقطة لازم مستقبلا لابد من تصحيح الأخطاء هذه اللي يوقعوا فيها، وإن شاء الله يعالجوا هذا الأمر وتكون الدورات مستقبلا إن شاء الله نظيفة من كل النواحي والمستوى أعلى. وإحنا نقولوا الفريق اللي يستاهل واللي قدم كرة جميلة ويستاهل ينجح ونباركوا له. هذه المنافسة من تكون شريفة هي تخلي المستوى يعلى وتخلي الدورة تدي هذاك الزخم تاعها وهذاك الزخم والشهرة وتخليها تظهر بصورة لائقة ومبهرة وتمتع العالم، حتى العالم راه يشوفها كامل ماشي غير أنا الإفريقيين. إذا وفي الأخير نقول نتمنى من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الجميع، ونتمنى للفريق الوطني تاعنا يعاود يولي للسكة ويعاود نعيشوا معه أفراح جديدة إن شاء الله. وفي الأخير نترككم في رعاية الله وحفظه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.